نهاية مباراة الأهلي والمقاولون العرب بتقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. أحرز الهدف الأول إمام عاشور بيعمل عرضية مميزة كالعادة، والملك تريزيجيه بيحطها بدماغه على شمال الحارس وبيجيب الهدف الأول للنادي الأهلي، وبينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 1-0. يمكن أكتر حاجة زعلتني في الشوط الأول خروج كريم فؤاد اللي ملوش حظ مع النادي الأهلي، مصاب، ونزول أحمد عيد. الواد ده ملوش حظ مع النادي الاهلي خالص، بالله عليكم تدعوا له ان ربنا يشفيه، والله العظيم انا زعلان عليه كانه واحد من اهلي. اما في الدقيقه 56 من الشوط الثاني وفي غفله من دفاع النادي الاهلي ومصطفى شوبير، لاعب المقاولين العرب احمد بن باهيه قدر يحقق هدف التعادل، لكن حكم المباراه الغى الهدف. وبصراحه انا شايفه قرار شجاع جدا ان حكم المباراه يصر على رايه بالغاء الهدف، لان بالرجوع الى غرفه الفار اكتشفوا فعلا ان الهدف غير صحيح وان في حاله تسلل واضحه جدا، وكده كان قرار الحكم سليم جدا في الغاء الهدف. لكن بكل صراحه حاله الغاء الهدف عامله حاله جدل واسعه ما بين ناس شايفين ان الهدف صحيح وتم الغائه، وناس شايفه ان قرار الحكم كان سليم جدا. اكتب لي رايك في التعليقات. في الدقيقه 71 نجم الجمهور امام عاشور قدر يحرز الهدف الثاني عن طريق اسيست روعه من اشرف بن شرقي، وامام بيعدل نفسه وبيحطها قذيفه في شباك المقاولين العرب لا تصد ولا ترد. امام عاشور النهارده قدر ياخد جايزة رجل المباراة عن جدارة وعن استحقاق، لأنه صنع هدف وسجل هدف. وبصراحة إمام عاشور وجوده في النادي الأهلي كان أفضل صفقة جت للنادي الأهلي من وقت كبير قوي. وبكل صراحة وجود إمام عاشور في أي مباراة بيفرق جامد مع النادي الأهلي. واللي شايف صفقة انتقال زيزو للنادي الأهلي هي صفقة القرن، أحب أقول له أنت غلطان، لأن من وجهة نظري المتواضعة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي هي صفقة القرن. في الدقيقة 85 لاعب المقاولين محمد سالم بيقدر يحرز الهدف الاول والوحيد في المباراه من اسيست من محمد عادل. اما في الدقيقه الخامسه من الوقت البدل الضايع حسين الشحات دخل في الزحمه وقدر يسجل هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق هدف عكسي باقدام ابراهيم القاضي لاعب المقاولين العرب، لان الكوره خبطت في ركبه ابراهيم القاضي ودخلت جون. كان في حاله طرد للاعب مصطفى جمال لاعب المقاولين العرب وبرضه عليها جدل واسع، لكن انا شايف قرار الحكم صحيح انه عطل لعبه حاسمه كانت مع اشرف بن شرقي. اكتب لي رايك في التعليقات. وبكده تنتهي المباراه بتقدم النادي الاهلي ب3 اهداف مقابل هدف واحد. كده اصبح ترتيب جدول الدوري بعد مباريات